بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفترة اللي فاتت ما كناش بننزل فيديوهات باستمرار عشان التوقف الدولي والمنتخب وان الزمالك كمان ما بيلعبش. واحنا او انا القناة بتاعتي بشكل عام، يعني هي انا ما بتكلمش غير عن الزمالك بس. وبحاول ما اتكلمش في كل حاجة، يعني بحاول اتكلم في حاجات ايجابية لو في حاجات ايجابية. في ماتش لعبناه حلو، حتى الماتشات اللي بنلعبها مش اللي بنلعبها مثلا الاداء فيها وحش ومش حلو، ساعات ما بعملش فيديوهات ليها اصلا. فخلاص هانت والزمالك هيرجع تاني وهيرجع يلعب وهنرجع نشوفه. احنا كده كده بيوحشنا فرجة على نادي الزمالك، حتى لو بيلعب وحش، حتى لو مفيش لعيبة، حتى لو مفيش جهاز، حتى لو مفيش حاجة خالص، فهو كده كده هو وحشنا من غير اي حاجة. فلك ان تتخيل بقى ان انت بقالك فتره اساسا ان انت ما شفتوش. فديت حاجه ممكن تاثر في نفسيه الواحد اساسا في يومه. هنبتدي يعني الفيديو النهارده. هو فيه ثلاث حاجات انا طالع اتكلم فيهم عامه يعني. الوقف القيد العاشر بتاع نادي الزمالك. التقديم او البرومو اللي اتعمل لمحمد السيد. وماتش المصري. خلينا ناخدها جزء جزء او نتكلم فيها حاجه حاجه يعني. هنتكلم في الاول او هتكلم في البدايه، لان الموضوع ده موضوع بالنسبه لي انا موضوع رخم، موضوع مستفز، مش عارف. تقديمة او البرومو بتاع محمد السيد. انا فجاه زي اي حد زملكاوي نايم، صحي من النوم لقى في جرس القلعه بيضرب تن تن تن. احنا مش فاهمين في ايه. انت المفروض انت عندك 10 واقف الكيد اصلا. انت بتجيب مين؟ مش عارف. ما انت مش عارف، فاهم اللي انت اساسا انت بقيت ما مش فاهم حاجه. انت ايه، رجعتوا ناصر ماهر تاني ولا انتوا في ايه؟ ولا انتوا ما بتعلنوا عن مين اصلا؟ فجاه نلاقي البرومو نازل تقديم محمد السيد، ان محمد السيد جدد في نادي الزمالك. ما عنديش مشكله انت جددت او ما جددتش. جددت لمحمد السيد، جددت لغيره، ما علينا. مستواه الفني تتفق او تختلف عليه برضو، ما علينا. بس انت رايح تعمل برومو او رايح تعمل تقديمه. اولا للاعب هو عندك. ثانيا ربنا رخمة. ثانيا للاعب اصلا بقاله حوالي سنة او اكتر من سنة هو بيماطل معاك في تجديد عقده. لا انا عايز 10 مليون، لا انا عايز 15، لا انا عايز مليون، لا انا عايز اتنين، لا انا عايز خمسة، لا انا عايز تمانية. بالاضافة اللي هو ما كانش بيقدم اي حاجة في اي حاجة. نزل اللعب زي ما لعبش. مش فاكر اخر مرة لعب فيها محمد السيد ده، مش فاكر اصلا ماتش ايه. انا فاكر ان الجمهور الماتش دوت ان الجمهور هتف له ويمشي وخلي عندك دم والكلام ده. لكن انا مش فاكر حتى الماتش كان ايه، مش فاكر اساسا عملنا ايه في الماتش ده. فانت جددت له. اكتفي بس ان انت تنزل له بوست او صوره ان انت جددت للاعب الفرقه محمد السيد وخلاص. لكن انت عامل له برومو على ايه برضه؟ مش عارف. ممكن تكون دي حاجه جديده مثلا، اللي انت لما تيجي تجدد للاعب هتعمل له برومو او هتعمل له حاجه. مش عارف. او ممكن مثلا لقوا ان الميديا مش شغاله عندنا فقالوا شغلوها، ولا مش عارف. بس ما علينا يعني. فكره اساسا التجديد لمحمد سيد. انت جددت له من وجهه نظري، طلعه اعاره. طلع محمد سيد اعاره عشان يلعب شويه، انت تشوفه اساسا. انا لحد دلوقتي انا مش قادر احكم عليه اذا كان هو حلو ولا وحش. مره يبقى حلو، 10 يبقى وحش. انا مش فاهم. ممكن يكون مثلا ان هو مش بيديني الاداء اللي انا مستنيه منه عشان خاطر هو دماغه كانت مشغوله بالتجديد وكده، مش عارف، الله اعلم. فهنشوف الايام اللي جايه يعني. طيب. وقف القيد العاشر لنادي الزمالك. انا في سنه او في موسم او ما لحقتش اكمل الموسم اصلا، جالي 10 وقف قيد. من لعيبة، على مدربين، على مساعدين جهاز فني، على وكلاء، على حاجات كتير قوي، على أندية ما دخلتش الفلوس بتاعتها. طب انت مفروض هتعمل ايه في كل الكلام ده؟ يعني ايه الحل بالنسبة لك انت كمجلس إدارة؟ هل الحل زي ما كابتن احمد سليمان طلع قال لك مع مهيب؟ طب انت ككابتن احمد سليمان عندك اساسا حل او عندك حاجه او عندك اقتراح انت طالع بتقوله في الاعلام ليه؟
انت مفروض عضو مجلس الاداره او عضو في مجلس الاداره. مش في اجتماعات بتتعمل، مش احنا كل شويه نسمع ان في اجتماع من مجلس الاداره، حسين لبيب بيجتمع بمجلس الاداره، فلان الفلاني بيجتمع بمجلس الاداره. ما تخلوا الكلام ده، او خلي الكلام اللي انت بتقوله ده على قد المجلس بس، محدش يعرفه غيرك وغير المجلس. ما تخلوا الكلام ده بينكم وبين بعض. ليه ليه مصممين ان الكلام ده يطلع على الاعلام ويطلع الناس كلها تشوفه؟ بعيد بقى ان هو صح او غلط، مش مشكلتي اذا كان هو صح ولا غلط. انا اساسا مش مشكلتي انت هتحل ازاي، انا عندي ان انت تحل ازاي ما اعرفش. كده كده انت ميركاتو ده مش هجيب حاجه بتاع يناير، انت ما عندكش حاجه، انت مش هتقدر تفتح القيد. بتبدا واحده واحده بتحل المشاكل اللي جوه النادي، ماشي، ده برضو ما اعرفش، ده كلام بيتقال. بس انا زي ما انا قلت لك قبل كده، انا ما بمشيش ورا حد، انا بمشي ورا عيني وورا اللي انا بشوفه. انت هتقول اللي تقوله، انا ليا باللي انا بشوفه. فانت وصلت لمرحله صعبه، مرحله مش صعبه، انت وصلت لمرحله ما اعتقدش ان حد هيقدر يعديك فيها. يعني انت ممكن تكون الاول في افريقيا او الاول عالميا في النقطه دي، انت محدش يقدر يعديك. هات لي نادي كده ممكن يجي له 11 وقفه كده مش هتلاقي خالص، فاهم؟ لا لا، مش هتلاقي. الاسماعيلي اللي بيقع ما وصلش اساسا للليميت، او ما وصلش للحاجه اللي انت عملتها دي خالص. خالص انت قفلت اللعبه، فاهم؟ انت انت من غير الزمالك وشكاوى الزمالك في الفيفا ممكن تقفل اساسا، ممكن تروح تاني يوم تلاقيها قافله. فانت وصلت لمرحله بقت انت فاقد الشغف لكل حاجه. انت عايز الزمالك يرجع يلعب يمكن يكسب عشان هو وحشك، بس انت عايزه يلعب عشان هو وحشك. انت كده كده عارف لو ممكن يخسر او 90% ممكن يخسر، بس مع ذلك انت الماتش بتاع المصري اللي جاي، اول لما تذاكر نزلت الجماهير كلها راح تشتري التذاكر وهتروح لك المدرج وهتروح لك الاستاد. ليه؟ لان مفيش جمهور في العالم هيعمل اللي انا بعمله معاك نهائي. مفيش جمهور في العالم هيعمل مع فريقه اللي انا بعمله، حبا في النادي اللي انا فيه فقط لا غير. طب تعالى نتكلم شويه عن الماتش المصري. الماتش المصري صعب جدا 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 جدا، آه، لابعد الحدود. ليه؟ اولا انت عندك عدم الاستقرار اللي احنا اتكلمنا فيه. ثانيا انت داخل الماتش وانت نص لعيبتك مش موجوده. يعني انت ما عندكش باك ليفت، انت مفتوح مصاب، بنتايج مش عارف انت هيعمل ايه. عندك نص الملعب بتاعك مش موجود، يعتبر ضايع. دونجا مصاب، احمد ربيع مصاب، محمود جهاد مصاب من ساعه ما جه، عبد الله السعيد مصاب. فانت هتلعب بمين؟ الظاهره، هتلعب بالظاهره سيف جعفر، مفيش غيره، ما فيش ما فيش حل، هو هتلعب بيه، ما عندكش حل تاني، ما فيش اختيار، يعني ما عندكش اختيارات، ما فيش غيره، هتلعب بالظاهره، الظاهره اللي مظلومه اعلاميا. انت ده مش عارف، ده مش عارف يعني، فاهم؟ انت داخل الماتش دوت اللي هو ايه، بتحاول تصلح، بس انت هتمشي بمثل ايه اللي هو جيتك حلقه عمتها، انا مش فاهم، مش عارف، مش هتعرف تعمل ايه. فانت مش عارف فعلا هتخش الماتش ده هتخش تلعب بمين. بعمر جابر اللي بيلعب مثلا جوكر ممكن يقابلك في اي حته مصاب، طب هلعب مين؟ فانت اولا غير الاستقرار الاداري والفني اللي عندك، فانت داخل بنص اللعيبه اللي عندك مصابين، نص اللعيبه اللي عندك مصاب، والنص التاني اساسا دماغه مش في الكوره، دماغه مش معاك. مش هتلاقي حد ممكن تكسب على فكره، ممكن الماتش ده انت تكسب، ممكن تخطف جول، ممكن تنزل اساسا المصري يبقى عنده ثقه زياده اللي هو هيكسب. مش عوامل الماتش دي محدش يقدر يحكم فيها، لان كل ماتش ليه ظروف وليه ليه عوامل. فعوامل الماتش او ظروف الماتش او ظروف اللعيبه في الماتش ده او في اليوم ده انت ما تعرفهاش. لكن انت اسال مثلا اي مشجع زملكاوي، هتقول له مثلا انت هتعمل ايه في الماتش الجاي؟ اقصى حاجه، اقصى طموح ممكن يقوله لك احنا ممكن نتعادل. كله سيبك من الماتش الاخير اللي انت كسبته، سيبك من كاس الرابطه او كاس العاصمه ده، سيبك من الكلام ده. انت ليك بالمستوى او ليك بال بالحاله الفنيه او حاله اللعيبه في يومها، انت هتعمل ايه؟
فربنا يكرمنا الماتش ده. انا اتمنى ان نادي الزمالك يكسب، اتمنى باي اداء، مش هتفرق معايا لان انا كده كده مش مستني اداء، لان انا ما عنديش حد يقدم لي حاجه، فانا مش مستني اداء. فانا اتمنى ان انا اكسب باي حاجه بقى، اتمنى ان أنا اكسب لان ده ماتش مهم جدا جدا بالنسبه لي وبالنسبه للزمالك يعني. لان هو هيفرق معاك في حاجات كتير، لان انت مجموعتك ومستواك زي ما انت شايف كده، فاستغل جمهورك واستغل اللي انت على ارضك، وباذن الله الزمالك يقدر يكسب الماتش ده و... وان شاء الله الزمالك الفتره اللي جايه دي المشاكل اللي عنده مش هقول لك تتحل لان صعب ان انت تحلها في يوم وليله، بس على الاقل تهدى شويه وتخف شويه، لان بجد احنا بقينا في سكه وحشه جدا جدا، سكه انا ما اتمناهاش لألد اعدائي.